مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص داخلين على المدارس بقى وعايزين نعمل شوية حاجات لعيالنا، نظيفة وحلوة ومشبعة وكلها غذاء. مش حاجات زي اللي بره ما فيهاش غذاء وما فيهاش اي فايدة، لا بالعكس، بتبقى مش مشبعة لأطفالنا. عايزين نسعد أطفالنا ونعمل لهم حاجة تكون بمحبة وسعادة. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسونيش يا ريت في اللايك والشير، عشان القناة مش هتكبر غير بيكم. يلا بينا نبدأ المقادير. معانا هنا كيلو دقيق، كيلو دقيق منخول، خليه مرة اتنين. ومعانا هنا نص كوباية مية، كوباية معلقة ونص خميرة، معلقتين سكر، قطعة زبدة 100 جرام. معانا بيضتين، معانا معلقتين لبن بودر، رشة ملح، معلقتين خل، معلقتين زيت، كوبايتين لبن او رايب. انا بستخدم الرايب لانه بالنسبه لي بحس فيه بانه بيحسن العجينه خالص. حطينا هنا المواد الجافه اللي هو رشه الملح واللبن البودر وركناهم على جنب. هنا هنحط معلقتين السكر، هحط معلقتين السكر، معلقه ونص خميره، وادوب بقى كويس. نقلب كويس عشان خاطر الخميره تتفاعل. خلاص احنا كده هنتأكد بس انها دابت كويس، وبعد كده ايه هنغطيها ونركنها على جنب. هنا بقى هحطها في حاجة اوسع عشان خاطر معلقتين خل اهو، عشان خاطر بس تستوعب المقادير كلها. البيضتين كاملين، بيضتين كاملين. نبدأ بقى نحط حاجة حاجة ونقلب. ضرايب، في شرايب تقدري ممكن تقلبي اللبن لرايب، تحطي عليه معلقتين خل هيبقى رايب، هيقطع ويبقى رايب. واحدة واحدة، ومفيش حاجة تستعصى على ست البيت ابدا ابدا. نقدر نطلع اكتر من اللي بره، احسن من اللي بره بكتير. هنا انا حطيتها تتغطى وتركن شوية لغاية ما عملت، بصي فوم ازاي، عملت رغوة كبيرة كده، معناها ان الخميرة سليمة. احط معلقتين الزيت واقلب كويس عشان الزيت يمتزج مع الخليط وما يبقاش عايم على الوش. هنا بقى جبت كيلو دقيق اللي عليه معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر ممسوحة. نقلب بقى. انت ممكن تستخدمي مية عادي، بس هو اللبن احنا بنتمنى ان احنا نغذي عيالنا على قد ما نقدر، خاصة ايام المدارس بتبقى العيال عايزة جهاز المناعة يتقوى، فبنحط كل اللي هم مش بيحبوا ياكلوه في المعجنات، نبقى فدناهم وفي نفس الوقت هم ما حسوش هم بياكلوا ايه في الساندوتش اللي معمول لهم. كده انا حطيت بقى على الرخامة العجينة عشان نعجن براحتنا. مهما كان البلاستيكة اللي احنا حاطين فيها العجينة مش بتديكي راحتك زي ما تكوني على الرخامة. كده بقى ايه يعني، لسه في دقيق ما طالوش السوائل. ف كده انا هنا ايه لميت العجينة، بس برضو عايزة تتخدم. اما المها والم وافرط كده، نلم ونفرط على قد ما يعني حاولي انك انتي تطولي بالك قوي على العجينة. كل ما تعجني كويس كل ما تاخدي مخبوزات طعمها حلو وتكون هشة. العجن ده هو اللي بيخلي العيش يطلع حلو. هنا انا احط الزبدة بقى، احط زبدة 100 جرام زبدة. انا حاطة زبدة بلدي، حاطة زبدة جاموسي. نعجن بقى، نعجن ونلم. هنا بقى
هعجن والم، هعجن والم. صدقوني يا بنات، احسن بكتير من اللي بره. انا جبت عيش من بره اتصدمت حقيقي، اتصدمت حرفيا. يعني انا هبقى اجيب لكم العيش اللي من بره وافرجكم عليه. هعمل فيديو تاني، لان سلسله السندوتشات المدارس بالنسبه لي بدات ما انتهتش يعني على الفيديو ده. لا، انا هعمل فيديوهات كتير، ميني بيتزا، وهعمل كرواسون تاني. فهنا بقى نحط العجينه بعد ما عجناها تخمر. هنا خمرت، هقطع بقى فيها. اوريكم قد ايه ان السندوتشات اللي بتتباع بره منظرها يعني حاجه عار، يعني عار. السندوتش ما ياكلش نمله، مش بني ادم. يا اما يغلوه يا اما يصغروه. فلا، ست البيت بقى ما تسكتش، ست البيت الشاطره ما تسكتش. تعمل ايه؟ نص كيلو دقيق بربع كيلو دقيق. وهعمل كل ده معاكم. هعمل الربع كيلو دقيق والنص كيلو دقيق في فيديو واحد، واوريكي ان بابسط، لو عندك عيل هتاكليه من جوه البيت، هوريكي ازاي تشتغلي بابسط الطرق. وهعمل برضو العيش اللي بالميه والزيت، عيش بدقيق وميه وزيت فينو زي اللي بره بالظبط، ويطلع احلى من اللي بره. هنا بقى انها بنقسم ونكور. بس كده كده اغطيهم بقى، هغطيهم غطيهم كويس عشان خاطر وش العجينه ما تشققش. هدهن زيت بقى على الرخامه وهمسحه، لان انا مش عايزه زيت كتير. انا يا دوبك عايزه ان العجينه ما تلزقش مني في الارض، في الرخامه. هفرد بقى كويس، لان لازم تفردي كويس عشان العجينه ما تطلعش تخينه. وكل لفه تقفلي، كل لفه تقفلي، عشان الرغيف ما يبقاش مفرغ من جوه، يبقى هش وكله البابه من جوه. صدقوني صدقوني هتطلعوا احلى عيش. انتوا حتى مش هتتخيلوا انكم انتوا عرفتوا تطلعوا حاجه حلوه كده. عشان خاطر عيالنا هنتعب شويه. العجن بيبقى فيه شويه مجهود، بس بيبقى يعني انا لما بشتغل لعيالي ببقى مبسوطه جدا حتى لو تعبانه. هنا احنا بنفرد برضو. انا معلش مطوله الفيديو شويه، بس عشان الموضوع ده لازم يتشرح بالتفصيل مرة واتنين وتلاتة. يعني هوريكي من كل شكل عملته 3-4 قطع، ووريكي ازاي تقفلي كويس، لان لو ما قفلتيش كويس هتفتح منك في الفرن. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا رب كده يفرحكم ويسعد ايامكم. كل حبايبي المشاهدين، انا نفسي يعني اعمل اي شيء يسعدكم. بالنسبة لي تعليقاتكم وطلباتكم اوامر. كده احنا حطينا ده نوتيلا، وبرضو نفس الحكاية زي العيش الفاضي، زي العيش الفاضي برضو تمسحي مسحة زيت كده خفيفة، تحطي برضو قطعة نوتيلا، نص معلقة شاي صغيرة، نص معلقة شاي، ما تكتريش عشان ما يطلعش بره الرغيف ويسيح. نص معلقة شاي صغيرة، وبنحطها كده ونبدأ نبدأ نتبت بعد كل زقة، نتبت كده يعني بعد كل لفة نتك ونتبت. نمسح برضو مسحة زيت، وبرضو هعمل واحدة تاني
ده العيش اللي هو الصغير، فينو الصغير خالص، برضو قطعة صغيرة، متكتريش عشان ما يطلعش بره الساندوتش، مع السخونة بيسيح ويطلع بره الساندوتش. مفيش نوتيلا اعملي بالعجوة، مفيش عجوة اعملي بالجبنة، مفيش جبنة ممكن تعملي يعني اي شيء، احشيه اي حاجة، ما تحشوش حاجة خالص. وبعد ما يبقى عيش فينو افتحيه واحشيه مربى، احشيه بيض. انا برضو هعمل لكم فيديو عن البيض اللي محشي في العجينة، تحفة. بيض بالبسطرمة وبيض بالسجق، وبروح برضو حاشياه ومقفلة عليه، وبيطلع تحفة تحفة تحفة. هنا بقى هنعمل كرواسون، اخر قطعة عجينة معايا هنقطعها كده، هقطعها قطعناها وبس. دي كلها بقى حشوها نوتيلا، الاطفال يحبوا النوتيلا خالص. نحشي ونشد بالراحة، العجينة هتلاقيها شغالة معاكي زي ما انت عايزة توديها هتوديها. هنا بقى هجيب بيضة مع حبة لبن مع رشة فانيليا، وده بقى اللي هيبقى ايه الدهان بتاع السطحية. مش شرط البيض واللبن، ممكن تعملي لبن بس، ممكن تعملي بيض بس، ممكن تعملي ميكس الاتنين، وممكن ترشي تجيبي ربع كوباية مية وتحطي معلقة عسل اسود فيها، وبرضو نفس الكلام ترشي، هيطلع زي العسل، هيطلع حلو خالص. عودي نفسك انك تشتغلي باللي موجود عندك، ما تشيليش نفسك فوق طاقتك. احنا هنا قطعنا العيش من فوق كده خفيف بالراحة عشان الخمر بتاعه ما يفشش، وبعد كده بندهنه بالبيض واللبن والفانيليا، او بيض ولبن ومعلقة نص معلقة خل. هنا عملنا الكايزر وعملنا العيش اللي هو الفينو الكبير. كايزر برضو طالع كان تحفة، طالع تحفة، يطلع بالذات في المعجنات دي تحفة. عجينة سحرية فعلا، فعلا عجينة جربوها، ويا ريت اللي يجربها يكتب لي ويصور لي ويبعت لي يوريني ويفرحني ان انا قدرت افيد اي حد. انا عارفة ان كلكم شاطرين وستات بيوت جمال وناجحين، ولكن ادين اللي عارف حاجة يقولها للتاني، يعني برضو نشرك بعض، نعرف بعض، نفيد بعض، دي حاجة حلوة قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم، يفرحكم باولادكم وتبقى اللي جاي احسن وسنة سعيدة على الكل يا رب. هنا خلاص كده ندهن كله ونرش سمسم من فوق، مفيش سمسم حبة البركة اللي موجود يا حبايبي. ده الكرواسون برضو هدهنه، ندهن بالراحة عشان خاطر الخمر ما يفشش. الخمر ده اهم حاجة، يعني الواحد بيبقى قاعد ساعة وقاعد مستني ان العجينة تعلى كده، فبالراحة خالص عليها، عامليها بالراحة عشان لو اتطبقت دلوقتي مش هتطلع تاني حتى في الفرن. نبقى طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما ندهن، يعني قبل ما ندهن ب10 دقايق، ربع ساعة، عشان الفرن لما يبقى سخن اول ما تحطي الحاجة فيه تعلى على طول. خلاص كده هدهن دول وهدخلهم الفرن على طول، هدهنهم وادخلهم الفرن على طول. هنا بقى بعد ما طلع من الفرن، شايفين الجمال؟ مش ممكن الجمال، حاجة يعلم ربنا، تحفة تحفة.
ادي الحاجة بتاعت البيت، حلوة مشبعة للأطفال، جميلة. يا ريت تكون نالت إعجابكم، يا ريت تكونوا مبسوطين من الفيديوهات. أنا حبيت إن أنا أطلع من الصاج الحاجة بخصوص قدامكم عشان تبقوا شايفين كل حاجة بأمانة، وما يكونش فيه أي شيء ما تكونوش شفتوه. مفيش حركة في الفيديو كله ما تكونوش شفتوها بجد وبصراحة. بجد عايزة أوصل لكم كل حاجة بضمير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل سنة وانتم طيبين. يا ريت الفيديو يكون نال اعجابكم، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، عشان قناتي مش هتكبر غير بيكم. طبعا هنا بصوا الكرواسون برضو، بصوا اما طلعه سخن بس مش مش قادرة امسكه. تحفة. انا الفيديو طول لاني انا مش مخبية اي تفاصيل. بصوا الجمال، بصوا الحاجة اللي بتبقي عاملاها مهتمة بيها عشان عيالك. مستحيل اللي بره يقدر يعمل الحاجات دي. انا عايزة رأيكم، اللي بره احسن ولا اللي في البيت؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم وتعليقاتكم، تهمني جدا. واي حد هيطلب مني اي حاجة على الفور هعملها. بيسعدني قوي 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 التعليقات، واي حاجة عايزينها قولولي عليها وانا تحت امركم. انا بشكركم جدا على مشاهداتكم، وقناتي مش هتكبر فعلا غير بيكم. شكرا ليكم يا حبايبي.